الفنانة هنا عايزة شرح ازاي انا برسم الشبكة. طبعا هي ما فهمتش من الفيديو اللي انا كنت عامله، هي عايزة شرح عملي وعايزة اسم التطبيق. طبعا ده اسم التطبيق، اسمه صانع الشبكة للرسم. طبعا عشان الرسم كده طويلة فعاملين 3 نقط. صانع الشبكة للرسم، هنخش عليه مثلا. ده واحد اسمه ستيف، دي صورة انا اخترتها. طبعا معرفش مهنته ما علينا، خلينا دلوقتي في الحاجة اللي احنا بنعملها. انا هشرح لك التطبيق ده عباره عن ايه. ده عن عباره شبكه تلقائيه، البرنامج هو بيحددها من نفسه، وشبكه مخصصه لو انت عايزاها. وطبعا من منتخب الصور ده بتدوس عليها بيجيب لك الصوره اللي انت عايزه تحطيها. دي طبعا الشبكه على حسب انت عايزاها مربع ولا عايزاها مستطيله. هنا عايزه تلغي الشبكه او تحطيها. هنا عايزه قطري اللي هو بيكون جاي كده بمثلثات. طبعا اللون لو عايزه تعملي اسم يعني الارقام اللي على الصوره. والسماكة طبعا عايزة سمك المربع مثلا يكون كام، على حسب انتي ما انتي عايزة او انت ما انت عايز. ده اللي انا اعرفه في البرنامج. طبعا بقى التنزيل بتدوس هنا كده ويدوس على كلمة يحفظ. تمام. دي عبارة عن 3 مربعات، ادي 1 2 3 في ادي 1 2 3 4 5. كده 5 مربعات طول و3 مربعات عرض. تمام. هنطلع على الآلة الحاسبة، هنبدأ نحسب. الأول احنا هنشوف دي كام في كام. اللوحة دي عبارة عن 14 سنتي في 21 سنتي. 14 في 21. ومؤاخذة بس عشان صوته كده. دي قلنا 14 سنتي في 21 سنتي. هنبدأ نحسب على الآلة الحاسبة. ممكن يطلع جزء بسيط كده مثلا من هنا او من تحت او من يمين او شمال او فوق. ممكن يطلع جزء بتاع حوالي سنتي، اقل من سنتي يكون زيادة. هنبدأ نحسب. ادي 21 سنتي على، احنا قلنا دي 5 مربعات، على الخمسة هيكون معانا 4 سنتي و2 ملي، اللي هو على المسطرة 4 سنتي و1 2 ملي. ده كده هيكون حجم المربع بالطول. طيب والعرض 14 سنتي على 3، هيكون معانا المربع 4 سنتي و6 ملي. مش هيطلع مربع بنسبة 100%، بس هيكون واخد يعتبر شكل المربع شوية. 4 سنتي و6 ملي، يعني 4 سنتي وادي 6 ملي. دي كده بيكون 5، هنا كده هيكون 6 ملي. تمام. ده النسبة البسيطة جدا اللي هتكون ما بين المربع اللي هيكون فصل. هنبدأ نعمل مربع بالعرض هيكون 6 ملي. ادي 1 ادي 2